السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة معايا كمية من التوم هحولها لتوم بودرة بطريقتين مريحين جدا. أول طريقة، هجيب التوم بتاعي وأقطعه شرايح رفيعة بالشكل ده، وأحاول بقدر الإمكان أخلي الشرايح كلها متساوية علشان تاخد نفس درجة اللون ودرجة التحميص. هجيب صاج فرن وهبدأ أفرد فيه شرايح التوم بتاعتي من غير ما احط اي حاجة في الصاج بتاعي، واحاول بقدر الامكان اني اخلي شرايح التوم مفرودة في الصاج، ما تبقاش فوق بعضها. ودلوقتي انا مشغلة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. اول ما اخلص فرد التوم في الصاج، هاخد الصاج واحطه في الفرن، وهدي النار بتاعة الفرن على اقل درجة حرارة في الفرن. وبعد 10 دقايق بالظبط هيكون ده النتيجة بتاعة التوم. هنقلبه، هنلاقيه لازق شوية في الصاج. بالراحة كده احاول اقلبه واخرجه من الصاج، وبعدين هفرده تاني جوه الصاج وادخله الفرن على نار هادية، وهسيبه لمدة 10 دقايق تاني، وبعدين اخرج الصاج بتاعي عشان اقلبه. ودي نتيجة المرة التانية. شايفين؟ سهل وبيتحرك بسهولة في الصاج وبدأ يتحمص معاه. هنا بقى خد اللون والتحميصة. بعد ما بياخدوا اللون الجميل ده، بطفي النار بتاع الفرن وبطلع التوم بتاعي في الهوا شوية لغاية ما احس ان هو بيتكسر بالسهولة دي وخفيف بالشكل ده. كده خلاص هو اتحمص معايا بالدرجة المطلوبة. ابدأ بقى احطه في المطحنة بتاعتي واطحنه. دلوقتي هنطحنه مع بعض وهوريكوا شكله بعد الطحن. حتى هو وبيطحن ما بياخدش وقت في المطحنة، وبيطحن بسهولة وبسرعة. شايفين؟ لون فاتح والريحة فظيعة. والله فعلا الريحة قوية جدا ومالية البيت كله. تقدري بقى تعملي كمية وتسيبيها محمصة زي كده، وكل ما تحتاجي تطحني على قد احتياجك، او ممكن تطحنيه كله وتحفظيه في كيس، وجوه الكيس تجيبي شاش وتحطي فيه دقيق، وتحطي الشاشة بالدقيق جوه الكيس بتاع التوم علشان ما يرطبش منك او يدخله اي حاجة. وده كده التوم بتاعي بعد الطحن. بصوا، ما خدش وقت وبيتحمص بسرعة وريحته جميلة وقوية، واحسن 100 مرة من اللي يشتريه من بره. كتير جدا هيقول طيب هو انا لسه هقطع شرايح وما عنديش وقت. انا حمصته سليم زي ما انتم شايفين كده، وبرضو بنتابعه وكل 10 دقايق بنخرجه. وشايفين التوم بيبقى متحمص وهش. بس المشكلة في التوم اللي بيتحمص سليم انه بياخد لون اغمق شوية، علشان يتأكد ان التوم اتحمص من جوه، فبيكون الجزء الخارجي للتومة اتحمر بزيادة شوية معانا وخد لون غامق بالشكل ده. برضو هطحنه معاكم علشان خاطر نشوف الفرق بين لون التوم اللي اتحمص وهو شرايح وبين لون التوم اللي اتحمص وهو سليم بالشكل ده. بس هو بيدينا نفس الريحة ونفس الطعم، ما بيفرقش اي حاجة خالص. هناخد شوية كده في المطحنة بتاعتنا ونطحنهم مع بعض. بس هنا بقى مش هنكتر الكمية، علشان طبعا التوم السليم بيبقى اشد شوية في الطحن، فبيبقى محتاج ان احنا نحط كمية صغيرة عشان المطحنة تقدر تطحنه وناخد منه طحن ناعم. بصوا بقى كده، ركزوا معايا. شايفين الدرجة بتاعة التوم اغمق شوية، لكن التوم اللي اتحمص وهو شرايح درجته ولونه افتح. بصوا بنحط شوية قليلين كده ونطحنهم علشان يقدروا يمشوا في المطحنة ويبقوا ناعمين، ما يبقوش متكسرين وما اتطحنوش. برضو هنا بقى تقدري تحمصي الكمية اللي انت عايزاها وتحفظيها وهي سليمة كده. وقت ما تحتاجي اطحني. ده بيخليه حافظ على ريحته ولونه وعلى طعمه، ما بيتغيرش خالص. ده كده اهو لون التوم اللي اتحمص سليم. بيتهيألي اللون مش غامق قوي برضو، يعني لو حطيناه في الاكل والتتبيلات مش هيغير من لون الاكلة او التتبيلة
او هيغير من طعم اي حاجة. ده كده كان فيديو النهاردة، وريتكم الطريقتين، والطريقة اللي تريحكم طبعا تقدروا تعملوها. بس انا دايما بفضل الطريقة دي، اللون بتاعه هو اللي بيفرق معايا. بس انا بحب التوم يبقى لونه فاتح كده ويبقى ريحته مالية الدنيا كده. انما التوم لما بيكون لونه غامق مش بحبه شوية. بس صدقوني والله الاتنين في الطعم وفي الريحة وفي التركيز واحد، ما فيهمش اي فرق. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.